في استاد القاهرة الدولي الذي يقترب من أن يمتلئ تماما بمدرجاته وحضوره الكبير جدا في اللقاء الذي يستضيف فيه بطل إفريقيا النادي الأهلي بطل آسيا فريق العين في واحدة من المباريات الكبيرة والمنتظرة والمرتقبة جدا عبر الكرة العربية وعبر هذه البطولة القارية التي تأتي في بطولة كأس القارات والتي تحمل اسم بطولة الانتركونتيننتال ولكن بشكلها الجديد ونسختها الجديدة يا كريسبو. الملعب ممتلئ عن آخره حقيقة. نتمنى بأن يصلنا الصوت للجماهير والمدرجات من المصدر، ونتمنى حقيقة أن نستمتع سويا بهذه المواجهة العربية التي تجمع الأشقاء هنا في جمهورية مصر، هنا في استاد القاهرة، هنا في هذا المكان الذي يتسع لكل هذه المدرجات ولكل هذه الجماهير الحاضرة في لقاء الأشقاء، في اللقاء العربي في اللقاء الذي يمثل فيه بطل إفريقيا النادي الأهلي وبطل آسيا فريق العين في مواجهة كبيرة جدا. أتمنى مشاهدينا في بداية اللقاء ألا نحرم حقا من صوت الجماهير في هذه المباراة، لأنها مباراة حقيقة تأتي بحضورها وجماهيرها. وضربة البداية وصافرة حكم اللقاء الحكم التركي خليل ميلر الذي يطلق الصافرة معلنا انطلاقة ضربة البداية في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. أذكر السادة المشاهدين بأن فريق العين يبحث في هذا اللقاء أيضا عن إعادة ذكريات سابقة له أمام الفرق الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية. لكن هذا التشكيل سفيان رحيمي، الكرة تعود إلى أكرم، هنا السقوط، ماذا يقول الحكم؟ تتخلص، الله على السحبة، مرور تصويبة، خالد عيسى تصدى، حسين الشحات، الله على حسين وعلى خالد، والمحاولة من رامي ربيعة، يا رب متابعة من وسام، انهم يواجهون خالد عيسى وهو يقف امامهم في هذا التوقيت في مشهد خالد يا للتصدي. يتحدث المدرب وهكذا يبدأون الحديث، يا رب يا الله، النادي الأهلي ما زال يقترب. شوف المحاولة، شوف الكرة، شوف الهفو، الله قارة أفريقيا تتقدم عن طريق بطلها الكبير، نعم الأهلي يتقدم، الأهلي قارة، يا للهفوة التي يعاقب عليها وسام أبو علي، يا للتمريرة التي تقدم، يا للهديات التي تأتي في الوقت الذي نتحدث فيه. كرة خاطئة نادرة من يحيى نادر تصل إلى مهاجم نادر يدعى وسام أبو علي، هدافهم في الموسم الماضي، أحد الناجحين، بإمكانك معرفة الناجحين من البداية. يا للهدية لا يمكن رفضها في مباراة بهذا الوزن، في مباراة بهذه القيمة. يا للتمريرة الخاطئة، يا للارتباك، وسام أبو علي الرقم 9، المهاجم الذي يأتي لمصلحة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي الآن في هذه الأوقات، في هذه اللحظات، في تعود الآن والتصويبة القوية، لكن تصطدم. كوامي بيرسل كرة، هنا السقوط، هنا الخطأ. العين الذي يأتي بنجمتين على قميصه على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا. نعرف بأن لابا كوجو لا يبدأ أساسيا وهو أكثر الخطيرين جدا في الكرات الثابتة، لكن حسابات المباراة تحتاج إلى بعض التوازن بين الدفاع والهجوم، أكثر انتصارا على مستوى المواجهات الإفريقية والمستوى المواجهات الآسيوية. هنا حسين الشحات وقف، سيطر، وعادت بعد ذلك بطولة الانتركونتيننتال. براسيوس إلى براسيوس، صواب، لكن كرة براسيوس إلى خارج الملعب إلى إمام عاشور، وقف، سيطر، يسقط. هناك خطأ عن طريق يحيى نادر. النادي الأهلي مشاهدينا تقدم بهدف في شوط المباراة الأول، كان الأكثر خطورة في دقائق شوط المباراة الأول والأكثر استحواذا. حاول العين بردة فعل لكنه لم ينجح. بانتظار الشوط الثاني تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عوض في لقاء الأشقاء، وأنتقل بالكلمة إلى الزميل إبراهيم فايق، تفضل لك الكلمة.
شكرا للزميل ابراهيم فايق، شكرا لضيوفك الكرام. عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات MBC مصر في شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء الذي تركنا شوطه الأول ينتهي بتقدم النادي الأهلي المصري بهدف مقابل لا شيء عن طريق وسام أبو علي من كرة خاطئة كانت من نادر يحيى أو يحيى نادر. شوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يدخل الفريقين لأرضية الملعب في استاد القاهرة الدولي. عطية الله، ممكن العرضية، ممكن العرضية راسية تبعد، تصويبة يا رب، الكرة من إمام عاشور. شوف حسرته، شوف ندمه سام أبو علي، صارت الكرة عرضية يا رب. هذا الأهلي في مناسبة عالمية وهدف عالمي عن طريق إمام عاشور، هدف من إمام والأهلي إلى الأمام. لقطة عالمية قارية بكرة مرتدة خيالية ينفجر من خلالها مدرج النادي الأهلي. يا للمارد الأحمر، يا للنسر الأحمر، يا للقميص رقم 22. هل سجل القميص بنفسه أو على طريقة أهدافه؟ شوف اللقطة، شوف الكرة العرضية، شوف المتابعة، شوف الهدف العالمي والقاري الذي كان بإنهاء خيالي من جانب إمام عاشور. من اهلا بيكم متابعين مو سبورتس في كل مكان. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد، تحليل فني جديد وتلخيص جديد لمباراه قويه جدا، وهي مباراه برشلونه واشبيليه اليوم. مباراه قويه، ديربي تقريبا. برشلونه بينافس على صداره الدوري بعد فوز مدريد امبارح اللي قرب منه وتساوي معاه في النقاط 24، بيحاول على 3 نقط ياكد بيها صدارته للدوري قبل مباراه الكلاسيكو، وده بيخليه ان حتى لو مدريد كسبوا في الكلاسيكو برشلونه يفضل في الصداره بفارق الاهداف، لان طبعا هو اقوى هجوم، سجل 31 هدف لحد دلوقتي، وعنده هداف الدوري ليفاندوسكي جايب 12 هدف، وبيبعد عن اقرب منافسينه مبابي وايو بريز ب6 اهداف لكل واحد فيهم. مباراه قويه على ملعب برشلونه الاولمبياكوس، ملعب الاولمبي، لان ملعب برشلونه بيتجدد. تعال نبدا كده تشكيل المباراه. طبعا بينا في حراسه المرمى كوندي وكوبارسي ومارتينيز وبالدي. خط الدفاع نص الملعب كاسادو وبدري، قدامهم لامين يامال ورافينيا وفاتي وليفاندوسكي. انا بقى لما اشوف لامين يامال ورافينيا وليفاندوسكي واي حد على الشمال بقى، فاهم، فاتي، تنزل اي حد على الشمال، الماتش كده حلو. ليه؟ لان رافينيا في نص الملعب الصراحه بيعمل اداء وبيحرك لعب بطريقه مرعبه، ونص الملعب بقى وراهم بدري كاسادو. يعني انا مش عارف الناس ديت بقى ما يرجع لهم ديونج والاصابات اللي عندهم دي هيبقوا عاملين ازاي، وجافي والرجاله دي. فمباراه قويه جدا يعني. فالمباراه بتبدا بضغط مرعب من برشلونه، ولكن بتبقى الدنيا مصلحه معاهم اول 10 دقائق او ربع ساعه، مستحيل، مش دنيا صعبه اشبيليه يقول هيعمل ماتش. ولكن رافينيا بيلبس المدافع ضربه جزاء ويقدر يسجل الهدف الاول لليفاندوسكي في الدقيقه 24، وبعديها باربع دقائق ما بنستناش بدري بيحط هدف عالمي، واحد من اجمل اهداف الموسم لحد دلوقتي، وبيقدر يسجل تاني وبيقدم لبرشلونه 2-0 على اشبيليه. ولكن قبل نهايه الشوط ليفاندوسكي كوره بيكون رافينيا مسددها، فليفاندوسكي بيحط فيها رجله وبتكمل طريقها للمرمى وبيسجل الهدف الثالث، وبيقدر برشلونه انها تتقدم 3-0 على اشبيليه. الشوط الاول مباراه قويه، ضغط، يعني ممكن اقول لك شويه احصائيات بس، ان برشلونه شاط 13 كوره على اشبيليه، منهم 5 على المرمى. اشبيليه شاط 5-0 على المرمى، ما شاطوش ولا كوره على مرمى برشلونه خالص. الاستحواذ طبعا 70%، التمريرات ب 400 لبرشلونه، 150 لاشبيليه، انت متخيل؟ ضعفين ونص، فالدنيا مختلفه تماما. الشوط الثاني بدا نفس الكلام، برشلونه بيحرك كوره، ضاغط. لامين يامال بقى بيتدلع، عايز يجيب جون تقريبا، بقى بيعمل حاجات بقى اللي هو ايه، سروهات بلمسه وسروهات مش عارف ايه والحوارات دي، فاهم؟ فالحوار بدا يبقى فيه شويه استعراض شويه يعني. الصراحه بقيت اشوف ان الموضوع بدا يبقى استعراض اكتر من كونه ان هم عايزين يوصلوا للجون، يعني عايزين يوصلوا للجون بشكل حلو. فاعتقد ان ممكن برشلونه يسجل الرابع لو قدر يوصل للمستوى ده. اشبيليه ما عندوش خطوره قويه قوي على الجون، فمش عارف هيقدروا يسجلوا جون ولا لا، بس ما اعتقدش يعني لحد بالمستوى اللي انا شايفه ما اعتقدش ان اشبيليه تقدر تسجل اي اهداف. مستواهم ضعيف جدا صراحه، في فرق كتير قوي لعب برشلونه كان مستوى اقوى من كده. فبس دقيقه 60 برشلونه 3-0، بلاي رايح بهجمه دلوقتي على المرمى، هيسجلوها ولا ليه؟ ولكن ضربه جزاء اعتقد بنسبه 90% ضربه جزاء. نعم، لعيب اشبيليه رقص ضربه جزاء، ولكن وانا بكلمكم برضو، انا بتفرج على الماتش بكلمكم كنت بحلل الكوره اوف سايد. فنرجع للفار بقى نشوف في ضربه جزاء لاشبيليه ولا لا. خلاص لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسلام.